خالد، يعني مونديال الشباب المغربي بامتياز، والكرة المغربية أصبحت ملهمة للعرب وغيرها من الاتحادات الطموحة. في البداية أول شيء نقدم التهنئة لملك المغرب ولحكومة المغرب وللشعب المغربي واللاعبين والإدارة الفنية وكل عشاق المنتخب المغربي والكرة المغربية. فعلا مثل ما تفضلت، الكرة المغربية اليوم أصبحت ملهمة للاتحادات اللي ناوية تاخذ خطوة للمستقبل. عليها أن تدرس الفكره والطريقه اللي تبتهجها اليوم الجامعه الملكيه والاكاديميات المغربيه اليوم في تفريخ اللاعبين، في اعداد اللاعبين، في اعداد المنتخبات الوطنيه. اليوم حتى يعني الواحد لو يبغى يذكر الانجازات المغربيه الاخيره، انا اتوقع صعب انك انت تذكرها، لان هي على جميع المراحل. على سبيل المثال نحن ولا الحصر، هذا المنتخب نفسه لعب وحصد بطوله افريقيا وحصد بطوله ثاني افريقيا بعدها. كان في اجتماع ما بينه وما بين فوزي لقشع اللي هو رئيس الجامعة الملكية، قال بالحرف نحن اليوم رايحين للقب وليس للمنافسة والتشريف فقط. انتم اليوم النواة اللي بتلعب كأس العالم في المغرب 2030. تخيل بهالكلمات اليوم المنتخب المغربي يتوج بكأس العالم. معناته اليوم انت عندك طاقم وقوة بشرية من اللاعبين المهاريين المميزين كبيرة للمستقبل.